بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي عزيزاتي في وصفة جديدة وصحية وقليلة السعرات الحرارية. إنها وصفة ترتكز على لفائف الباذنجان محشوة بالبطاطا الحلوة أو البطاطا السكرية أو القلقاس الهندي، فكل بلد وما يسمي به هذه النبتة. إنها مصدر من الفيتامينات الA والB والC والE، ومصدر آمن وطبيعي من السكر، فمذاق البطاطا حلو، وعلى الرغم من ذلك فهي تحتوي على السكريات الطبيعية والآمنة لجسمكم، كما تحتوي على الحديد وأنواع أخرى من المعادن، واللائحة طويلة جدا. نمر الآن إلى طريقة التحضير مع المقادير. سوف أريكم مرحلة بمرحلة. المرجو الانتباه جيدا وإتمام الفيديو إلى الآخر إن شاء الله. أول شيء نأخذ الباذنجان 3 إلى 4 حبات كبيرة من الباذنجان، وأقطعها على هذا الشكل، شكل طولي. وسوف أضعها في الفرن لكي تطهى قليلا. بالنسبة لتتبيلة الباذنجان سوف أخذ عصير نصف حامضة أو ليمون. بالنسبة للتوابل سوف أخذ رشة من بودرة البصل، ورشة من بودرة الثوم، ورشة ملح، ورشة زعتر، وأخلطها مع عصير الحامض هكذا. وأضيف إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. بسم الله. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. أتمنى أن يكون التصوير جيدا. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون فقط، لا أضع زيت الزيتون كثيرا لكي لا يحترق. وأخلط هذه العناصر لكي تندمج مع بعضها البعض هكذا جيدا. أخلطها جيدا، وأخذ فرشاة هكذا. بسم الله. أحاول أن أدهن بها الباذنجان، وأضعها في صينية الفرن هكذا. في صينية الفرن وضعت عليها ورق طهي، وأرص حبات الباذنجان وأطهيها في الفرن هكذا، بعد أن أقوم بدهنها بالتتبيلة التي وضعتها هكذا، وأضعها في الفرن. بعد أن قمت بتتبيل شرائح الباذنجان هكذا، إنها متبلة قليلا فقط، لأن سوف أطهيها مجددا في صوص فيها أيضا توابل. أنا لا أضع زيت الزيتون كثيرا، لأن أنتم تعرفون أن زيت الزيتون مع درجة الحرارة سوف تتأكسد. سوف أضعها في الفرن ولا أقلي الباذنجان أبدا. هذه طريقتي في تحضير الباذنجان في الفرن. سوف أضعه في الفرن لمدة 10 أو 15 دقيقة، وسوف أعود إليكم لكي نتمم الوصفة. بالنسبة لصوص الطماطم سوف أحتاج إلى 2 حبات من الطماطم قطعتها بقشرتها، غسلتها جيدا وقطعتها بقشرتها. أنا أطحنها في هذه الآلة. حبتين من الطماطم. بسم الله. حبتين من الطماطم، وتفاحة مقشرة. حبتان من الطماطم وتفاحة مقشرة، ورقتان من أوراق الحبق. والبهارات المشكلة. هنا وضعت القزبر اليابس، وقليل من بودرة الثوم، قليل من السكنجبير، قليل من الخرقوم، قليل من الفلفل الحمراء، وقليل من الزعتر، والقليل جدا من الملح. أنا قلت لكم أنني أتبع حمية قليلة الملح جدا. أعيد: القزبر اليابس مطحون، قليل من بودرة الثوم،
قليل من السكنجبير، قليل من الخرقوم أو الكركم، الفلفل الحمراء، قليل من الزعتر، وقليل من الملح فقط. هذه هما البهارات التي سوف أستعملها في لاصوص. بالنسبة للطحن سوف أستعمل مقياس ملعقة من المعدنوس أو البقدونس، ملعقة صغيرة فقط من البقدونس، وسوف أطحن الكل جيدا. أنا أستعمل هذه الآلة، ومن ليست له هذه الآلة فليمكن أن يبشرها فقط، أو في مولينكس أو في أي شيء هكذا. الآن بعد أن طحنتها جيدا سوف أضعها في كسرونة أو آنية للطبخ هكذا، وأضيف البهارات التي قدمتها لكم فقط، وأضعها على النار لكي تنضج إلى أن تنضج. وبعد النضج إن شاء الله بعد الطهي سوف أريكم ماذا سوف أضيف عليها. انتبهوا جيدا لهذه الوصفة سهلة، ولكن تابعوا المراحل مرحلة بمرحلة. سوف أطهيها فوق النار متوسطة لأن تنضج، ونتابع وصفتنا. الآن نمر إلى الحشوة. سوف أستعمل ما يقارب نصف كيلو من البطاطا الحلوة، بطاطا الحلوة هكذا. نحن في المغرب عندنا بهذا الشكل أو في هذا اللون، وعندنا في اللون الأصفر. نصف كيلو من البطاطا الحلوة. بالنسبة للبهارات سوف أستعمل أحتاج أيضا إلى زعتر، الفلفل الأحمر، الخرقوم أو الكركم، القزبر اليابس، وسكينجبير. مقادير رشة فقط، مقادير يعني قليلة جدا، لأننا استعملنا التوابل في الباذنجان واستعملنا التوابل في لاصوص، يعني قليل فقط. وأستعمل الزيتون الأسود، وأيضا أحتاج إلى أوراق الحبق، وأحتاج إلى القليل من البقدونس. بالنسبة للبطاطا الحلوة قمت بغسلها جيدا وتقشيرها جيدا، وسلقتها في ماء مملح، وصفيتها من الماء وتركتها لكي تبرد. أعيد. بالنسبة للبطاطا الحلوة لقد قمت بسلقها في ماء مملح قليلا، لأننا لاحظتم أنني ليس عندي هنا ملح في البهارات. قمت بسلقها في ماء مملح، وقمت بتصفيتها وتركتها لكي تبرد جيدا، وسوف أهرشها هكذا بهذه الآلة. طريقة سهلة وبسيطة جدا، ومن ليست له هذه الآلات للهرش يمكن استعمال الشوكة بهذه الطريقة. سوف أضيف البهارات، التوابل، وأضيف الزيتون، إنها وصفة لذيذة جدا، وأضيف البقدونس، وأضيف ملعقتين من زيت الزيتون، ملعقتين فقط من زيت الزيتون. بالنسبة لأوراق الريحان سوف أستعمل بضع ورقات فقط. بسم الله. هنا استعملت أمامكم 5 ورقات. سوف أقطعها هكذا. تفادوا أن تقطعوا الحبق بالسكين بأيدي هكذا.
مذاقه رائع في هذه الوصفة. وسوف أخلط جيدا لكي تنمزج العناصر. هكذا سوف تكون حشوتنا سهلة وصحية بدون لحم. أخلط العناصر جيدا. رائحة ذكية جدا. أخلطها جيدا وأعود إليكم لكي أريكم طريقة الحشو وكيفية طهيها مجددا في الفرن مع الصوص. بالنسبة للصوص، بعد تقريبا تركتها على نار متوسطة تقريبا لمدة 3-4 دقائق إلى 5 دقائق، يعني نصف استواء أو نصف طبخة النصف، لأن سوف أدخلها إلى الفرن لكي نتمم الطهي. سوف أضيف إليها ملعقتين من زيت الزيتون. لم أضع زيت الزيتون في الأول، سوف أضعه الآن. لقد تعمدت أن لا أضعه في الأول، سوف أضعه الآن. بسم الله. ومن يريد، أنا أحب في هذه الوصفة أن أمزج بين المذاق الحلو والمذاق المالح. سوف أضيف ملعقة من العسل، ملعقة من عسل النحل. إنها وصفة جميلة جدا. هكذا. وأحاول أن أمزج جميع المكونات هكذا، وأتركها جانبا حتى نتمم الوصفة. لاحظتم قوام الصوص. قلت لكم سوف نتمم طهيها في الفرن إن شاء الله الرحمن الرحيم. وصلنا للمرحلة الأخيرة بعد أن وضعت القليل من الصوص في الآنية التي لا تدخل إلى الفرن. أنا وضعت آنية كبيرة لأنني سوف أطهو لعائلتي، وأنتم المقدار الذي تريدون أن تقومون بتحضيره. قمت بصنع كويرات صغيرة جدا من الحشو الذي قمنا بتحضيره بالبطاطا الحلوة وأوراق الحبق. بالنسبة للباذنجان، شرائح الباذنجان لاحظتم في الفرن تطهى بدون زيت وجميلة جدا وصحية. سوف أقوم بلفها هكذا. أظن أن التصوير واضح. هكذا. وأقوم برصها في آنية الفرن. أعيد أمامكم واحدة أخرى هكذا. سهلة جدا كذا. مذاقها صدقوني مذاقها رائع وصحية جدا لكم ولأطفالكم. سوف أتمم باقي الكمية وأريكم في الأخير بماذا سوف أزينها قبل أن تدخل إلى الفرن. لقد أتممت باقي الكمية. سوف أريكم ماذا سوف أضع الآن. الصوص المتبقي لدي لأنني وضعت القليل في الأسفل فقط، سوف أحاول أن أضع القليل فوق كل كويرة باذنجان هكذا. لقد تعمدت أن أريكم مرحلة بمرحلة لكي تستفيدوا جيدا. هكذا. بسم الله. هكذا. أتمنى أن يكون التصوير جيد وأن تكون الفكرة قد وصلتكم الفكرة. وسوف أضع بعض الطماطم الكرزية هكذا في الوسط. إنها إضافات فقط، إضافات. المهم هي الصلصة والبطاطا الحلوة لأنها صحية لكم ولأطفالكم. وبعض الأوراق الريحان
كتعطي نكهة كذا. طبق شهي وجميل جدا، أتمنى أن تقوموا بتحضيره في منازلكم ولأطفالكم بدون ملح بدون ملح كثير وبدون لحم. أتمنى أن ينال إعجابكم. سوف أدخله إلى الفرن لمدة 10 دقائق أو 15 دقيقة، وبعد الطهي سوف أريكم شكله النهائي إن شاء الله. هذه هي الوصفة بعد طهيها. إنها صحية وجميلة جدا. لقد أضفت بعض الجبن الموزاريلا، من يريد إضافة مبشور جبن الموزاريلا، ومن لا يريد فلا يعني يمكن الاستغناء عنه. أضفت بعض قليل من الموزاريلا، من جبن الموزاريلا. إنها صحية جدا ولذيذة، ويمكن تقديمها مرافقة بسلطة خضراء. انظروا، جميلة جدا. أقدمها مرافقة مع سلطة خضراء هكذا قطع. بالنسبة إلي أنا التي أتبع حمية، أخذ قطعتين فقط مع سلطة خضراء. أتمنى أن أكون قد أفدتكم بهذه الوصفة، إنها رائعة جدا وصحية جدا لكم ولأطفالكم. أتمنى أن تعجبكم وتنال إعجابكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. في آخر الختام أقول لكم: من أعجبه الفيديو فلا تنسوا مساندتي بالاشتراك في القناة ليصلكم الجديد، وإلى اللقاء إن شاء الله في وصفة جديدة إن شاء الله الرحمن الرحيم.